أنا لست رجلاً مهماً ولا صاحب سلطان، ولكن إيماني بالله يجعلني أحس بأنني سأظفر بصداقة كثير من الرجال الطيبين، وقد حدث ذلك وما زال يحدث كل يوم. وعندما تطويني غربتي وأحس بالألم يؤذيني من كل جانب، أرفع رأسي إلى الله وأقول له إنني وحيد. أبداً لم يتخلى الله عني، كان يمدني دائماً بعون ما، بأصدقاء طيبين مثلكم، وسوف يفعل ذلك دائماً أيضاً لأنه يعرف أنني لا أملك سواه ولا أريد أن أملك سواه. أنا قوي بإيماني، أقوى من وحدتي وظروفي المحزنة، وإذا التقينا في يوم ما فسوف أقص عليكم ما الذي يستطيع رجل وحيد مثلي أن يفعله بالإيمان وحده. حير الدنيا في حياته، حيرنا أكثر بعد مماته. شغل الناس وانشغل بهم، أثار في كتاباته زوابع من النقد، ودفعه ذلك إلى خوض معارك فكرية كثيرة. الصادق النيهوم الذي ولد في مدينة بنغازي جاء بإرادة الحياة ورحل بإرادته دون وداع ودون حتى تحية في بلد الغربة بعيدا عن الوطن والأحباب. رحل النيهوم وهو في السنة 57 من عمره، كاتب مثير للحيرة والتساؤل، يجمع بين التقليد والعصيان، بين الالتزام السياسي والحرية الشاعرية. من هو الصادق النيهوم؟ من كان قريبا منه؟ ولد الصادق النيهوم في مدينة بنغازي، وبالتحديد في منطقة سيدي حسين، من أسرة بسيطة في العام 1937. والده السيد رجب عبد الرحمن النيهوم عرف بسيرته الطيبة وشغفه الكبير بالعلم، حتى إنه كان من مؤسسي نقابة البحارين التي ترأسها لسنوات طويلة، ليعوضه فقدان الأم التي وافتها المنية بعد ولادته مباشرة. هذا الحدث شكل نقطة هامة في حياة الصادق النيهوم الذي تزوج والده بعد والدته مرة أخرى، لتكبر عائلة النيهوم لينعم الصادق بإخوة من أبيه أحبهم وأحبوه من كل قلبهم: عبد الرحمن، علي، سالم، حليمة، مصطفى، وآخرهم إبراهيم. أستاذ إبراهيم، في هذا الشارع عاش الصادق النيهوم بعد أن انتقلتم من منطقة سيدي حسين وتحديدا إلى هذا الشارع، شارع البعبع. يعني يا ريت توضح لنا أكثر عن هذا الموضوع. طبعا نحن في الأول كنا نسكن في سيدي حسين في شارع دردوحة، طبعا معروف في سيدي حسين غادي. نعم. وفي حدود يعني لما كان الصادق عمره 7 أو 8 سنين انتقلنا إلى منطقة سوق الحشيش وسكننا في البيت هذا طبعا. وكان الصادق في ذلك الوقت كان عمره 7 أو 8 سنين يعني. ما تذكر يعني في هذه الفترة بالضبط؟ طبعا الصادق كان يمتلك فيها في الحوش هذا، كان عنده مربوعة، والمربوعة هذه خاصة كانت به طبعا، وترددوا عليه الأصدقاء، وكانوا مواضيعهم ديما ثقافية واجتماعية. منطقة سوق الحشيش من المناطق المعروفة في بنغازي، حيث سميت بهذا الاسم لأنها كانت سوقاً لبيع الحشائش المستخدمة في العلاج والطبخ، واقترنت بهذا الاسم منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا. سوق الحشيش، هذه المنطقة التي يعرفها أحباء وقراء النيهوم في جميع أنحاء العالم، والتي أخذت حيزاً كبير من كتاباته ورسائله، والمتمثلة في وصف جميل للوقائع والحياة اليومية. أماكن، أشخاص، حتى زوايا الشوارع لم يتوانى النيهوم في وصفها حباً وشغفاً بها، وكأنه أراد أن يخلدها، وهذا ما حصل. يعني لو نتكلم عن حياة الصادق النيهوم، هل كان والدك والعائلة تعتقد بأن أو كانت تتوقع بأن الصادق النيهوم سيكون هذا الأديب والمفكر الكبير؟ الصادق النيهوم كان يعني يحب القراءة والكتابة، ولكن لا أعتقد بأن الوالد يعتقد بأن الصادق يكون هذا المفكر أو الكاتب أو الأديب لهذه الدرجة. يعني ما كنتوش تتوقع أن الصادق يكون بهذا الشكل أو بهذه الصورة؟ بهذه الصورة الكبيرة أعتقد ذلك، لكن كان الوالد يهتم بالقراءة وتعليم الصادق. يعني حبه للكتابة بدأ مبكرا. الصادق كان من
يحب القراءة والكتابة، فبدأ كتابة في الثانوية، مع العلم بأن الدراسة كانت في ذلك الوقت إعدادية ثم ابتدائية ثم ثانوية على طول. دراسته هل كان من المتفوقين؟ طبعا في دراساته كان صادق، المدرسين كلهم يشيروا له بأنه هو طالب متفوق. صادق النيهوم كان هادئا منذ طفولته، كان يتسم بالهدوء الشديد، وكان حتى في مسيره يسير ببطء وبتؤدى، وتحس كأنه ينقل خطواته معه، فيتثاقل في مشيته كثيرا ويسير ببطء. وعندما كان يسير كان دائما ينظر صوب قدميه، ولا أدري لماذا يعني هو خجول بشدة. يعني صادق النيهوم كان يحب أن يكون دائما وحيدا، حتى في لعبه منذ الصغر كما يحكى. كان يحب العزلة، ونحن لاحظناه في صباه أو في شبابه عندما كان في السن 20 كان دائما يحب أن يتنقل في شوارع مدينة بنغازي بمفرده. كان أيضا يسير عبر كورنيش بنغازي، ويحب أن يعطي وجهه ونظراته دائما ويتأمل البحر. كان يعشق الشاطئ ويعشق التأمل في البحر كثيرا. طفولته يعني كيف كانت طفولته؟ هل كانت عادية أو مرهقة كما قيل عنها؟ لا، هي ليست مرهقة طفولته، لكنه كان منكبا دائما على القراءة، ودائما صادق يحمل في إيده يا إما كتاب يا إما صحيفة باستمرار. كل ما تجد في الشارع يحمل كتاب، حتى لدرجة إحنا زمان إحنا أطفال في سي سالم نقولوا له سيدي سالم شرمادو، يعني هو جار لصادق من الجيران تاع سوق الحشيش. وهذه شخصية حتى سيدي سالم استشهد بها صادق في مقالاته، يعني هو وسي زروق، سنأتي للحديث عنها فيما بعد. سي سالم كان عنده الكارو اللي هي عربة اللي جرها الحصان، يعني كان يحطنا كلنا ولاد الشارع، شارع البعباع على شارع الكيش على شارع بوراس شارع عثمان بحيح، يجمعوا كلهم يوم الجمعة الصبح. هذا عندنا النزهة في الصيف على كارو سي سالم باش يشيلنا البحر الشابي. فكان صادق لما يوصل البحر الشابي غادي كلنا نلهو في المية ونبدأ نعوم ونسبح وفي الرمل، وواحد ماشي وواحد جاي. هو عنده صخرة معينة على الشاطئ هذاك يجلس عليها يتأمل، وبعدين من ثم نلاحظوا عنده كتاب يطلع، ما نعرفوش منين جاب الكتاب، حاطه في صدره يطلع أي قصة أي كتاب. من ضمنها مرة أنا جيت قلبت كتاب، هو كان جيت قلبت للغلاف لقيتها قصة زنوبيا كان يقرأ فيها. هل تذكرين أقرب الأصدقاء للأديب الراحل في تلك الفترة؟ هو صادق ما كانش له صديق مميز أو معين يعني، لكن أقرانه وكانوا اللي يرافقوه باستمرار. بعض من أبناء الجيران منهم علي رويعي اللي هو توا الدكتور علي رويعي طبيب نفساني، منهم خليفة الفاخري، عبد الرزاق بوخيط، هذه مجموعة. أستاذ علي الفزاني أيضا الشاعر الكبير رحمة الله عليه. هذوما اللي كانوا في الصغر يعني في فترة الشباب أنا أتذكر. لكن في طفولته وهو صغير كما يحكى عنه، أنا إلى سن 20 يعني لاحظت عليه أنه هو دائما في الشارع كان يكون وحيد، يعني كان دائما يجلس في زي ما نقولوا راس الشوكة متاع شارع البعباع اللي هي مقابلة الطل في ميدان سوق الحشيش. أستاذ إبراهيم، ما سر حب صادق النيهوم لهذا الشارع ولهذه المحطة بالذات، محطة الكهرباء؟ طبعا محطة الكهرباء هذه محطة قديمة جدا، ونحن نقولوش محطة الكهرباء، كنا نقولوا قبينة الضي. طبعا قبينة الضي هذه هم كان الملتقى اللي هم يتلاقوا فيه، بحكم ان هي كانت علامة مميزة في سوق الحشيش. كانوا يقولوا هي انتلاقوا عند القبينة الضي، معناها يعني كانت القبينة الوحيدة في هذه المنطقة. طبعا معروف ان في المنطقة هذه كانت تغطي فيها كلها، والقبينة الوحيدة، فيقولوا انتلاقوا عند قبينة الضي يتلاقوا. منو اللي كانوا يتلاقوا مع المرحوم صادق طبعا النيهوم؟ اللي كانوا يتلاقوا عادة اللي هو الأصدقاء هم بريك لشب، محمد الفيتوري،
طبعا وحياة خليفة الفاخري طبعا. فكانوا يجتمعوا هنا، وكان في لقاءات مثلا عديدة، وكان فيه حياة طالب الرويعي حتى هو موجود معه يحكي لهم يعني يتناقشوا في الأمور هذينا. فكانت المكان الوحيد اللي معروف وكان مكان مميز في سوق الحشيش وعلامة بارزة. درس الصادق جميع مراحل التعليم في ليبيا في ذلك الوقت، إلى أن انتقل إلى الجامعة وتحديداً بكلية الآداب والتربية قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1961. وفي تلك الفترة كان ينشر المقالات في جريدة بنغازي بين عامي 1958 1959، ومن ثم عين معيداً في كلية الآداب سنة 1962. قيل بأن الصادق النيهوم يحب العزلة، لماذا يحب دائما أن يتجه نحو العزلة؟ ليس العزلة بالمعنى الصحيح، ولكن يركن إلى الهدوء للقراءة والكتابة. يعني في بعض الأحيان يحب يكون بروحه. يعني ما الذي جعله يفكر في الرحيل؟ لماذا فكر الصادق النيهوم في الرحيل والغربة؟ البحث عن التجربة. بحث عن التجربة. تجربة يعني جديدة. يعني كان يعتقد بأن لا توجد تجربة في ليبيا. ليس بمعنى هذا يعني لا توجد تجربة في ليبيا، ولكن إذا وجدت تجربة في ليبيا فكانت بسيطة. بأنه كان يبحث عن شيء ما. لا للتجربة، وإذا كانت توجد تجربة في ليبيا فكانت تجربة بسيطة. كيف كانت زيارته للعائلة؟ يعني هل زيارته كانت بشكل منتظم أو عشوائي؟ بالنسبة للصادق وللوقت، الصادق ما كانش وقتها ملكها، فكانت زياراتها للعائلة غير منتظمة ومفاجئة، يعني في أوقات غير محددة. طيب هل كان يراسلكم عبر الهاتف أو عبر الرسائل أو عبر أي وسيلة أخرى؟ يعني هل كانت توجد أي وسيلة اتصال بينكما؟ طبعا أكيد بيكون فيه. طبعا الصادق كان بيكتب للعائلة في رسائل، وكانت الرسائل هذه طويلة تتعدى 3 أو 4 أوراق يعني. فكان الصادق مهتم بمراسلة عائلة، يعني رسائل منتظمة بشكل منتظم وأوراق تكون يعني فيها يعني ما ينقرأ وفيها كذا يعني. تزوج الكاتب الراحل الصادق النيهوم عام 1966 من زوجته الأولى الفنلندية كارينا، ورزق منها بولده كريم وابنته أمينة، ولم ينجب غيرهما. انتقل بعد ذلك ليقيم في جنيف عام 1976، وتزوج للمرة الثانية من السيدة أوديت حنا الفلسطينية الأصل، وعاشت معه حتى توفاه الله، ويقال إنها قد عادت إلى فلسطين. لمح المرحوم يوما بأنه يرغب الاستقرار في وطنه الأم ليبيا، خاصة بعد أن كون أسرة وأطفال، يعني كريم وأمينة. أنت تعرف أن الصادق من خلال كتاباته يحب ليبيا ويحب الليبيين. نعم. ولكن بعد تكوين أسرة، والأسرة هذه طبعا أنت تعرف أنه هو جوزته فنلندية وعياله تعلموا في فنلندا، كان الرجوع إلى ليبيا صعب. كريم، أمينة، أبناء الصادق النيهوم أين هم؟ أين يعيشون؟ ماذا يفعلون؟ يعني بالنسبة للكريم كان يقيم في أمريكا، وأمينة في فنلندا طبعا. والصادق حب يعلمهم تعليم عالي وأمن لهم مستقبلهم طبعا، وعايشين في الآن في الوقت الحاضر عايشين في فنلندا مع أمهم. يعني أعمارهم بالنسبة للكريم تتعدى 25 27 سنة، وأمينة أقل منا ديما بسنتين 3، يعني 24 25. أعد الصادق النيهوم أطروحة الدكتوراه في الأديان المقارنة بإشراف الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ في جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة ردت الأطروحة بحجة أنها معادية للإسلام، الأمر الذي جعله ينتقل بعدها إلى ألمانيا ويتم أطروحته في جامعة ميونخ بإشراف مجموعة من المستشرقين الألمان لينال الدكتوراه بامتياز. بعد ذلك تابع دراسته في جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 2 عام. تألق الصادق النيهوم جعله يدرس مادة الأديان المقارنة كأستاذ مساعد بقسم الدراسات الشرقية بجامعة هلسنكي بفنلندا من عام 1968 إلى عام 1972. متى عرف الناس الصادق النيهوم؟
صادق النيهوم ظهر في حياة الليبيين. يعني هو أول مقالة نشرها كانت لما كان طالب على مقاعد الزمن، ما كانش في ثانوية أعتقد، ما كانش في إعدادية، كان ثانوية. فكانت في مدرسة بنغازي، كتب مقال اسمه شعب يكتب تاريخه بالأغنية. فكانت ما تذكرش السنة؟ أعتقد 58 أعتقد، أو ممكن 57، لا أذكر تحديدا. فكتب مقالة اسمها الشعب يكتب تاريخه بالأغنية. فطبعا مدرسي اللغة العربية في تلك الفترة كان في مدرستين، اللي هي مدرسة بنغازي، مدرسة بنغازي الثانوية أعتقد، أو بالضبط. فكان مدرسة بنات ومدرسة شباب في بنغازي في الفترة دي. فمدرسي اللغة العربية ذهلوا أمام فصاحة هذه وغرابتها وتمكن هذا الطالب منها. يعني عرف كيف، لدرجة أن عرضوها في مدرسة البنات اللي ما كانت مش بعيدة يعني على، وكانت في مجلة المدرسة وغيرها. بدأ نجم صادق النيهوم يطلع لما كان، وبعدين طبعا كان من أول دفعات في الجامعة الليبية في سنة 61، ورشحوه لدراسته في القاهرة، وما أكملش في القاهرة، أكمل في ألمانيا وغيرها. يعني حياته كانت، هو كان يعتمد على الإثارة في حياته. هو صادق النيهوم يبدو لي لما تعرفوا عليه الليبيين في منتصف الستينات ككاتب، هو كان عايش في هلسنكي في فنلندا، وكان يراسل صديق رشاد الهوني اللي هو كان مؤسس أهم مدرسة صحفية أنا اعتقادي الشخصي طلعت في ليبيا، اللي هي مدرسة الحقيقة. عرف صادق النيهوم في الستينات، فكان في منتصف في الستينات عرف تحديدا. يعني أستاذ حمد، مع بزوغ نجم النيهوم في الستينات، كيف تنظر للتناقض الغريب يعني بين تركيبة المجتمع الليبي حينذاك وبين شخصية النيهوم؟ هو المجتمع الليبي كان مجتمع الأمية فيه نسبتها كبيرة جدا. كان شيء غريب أن في 67 أو في 66 أو 68 شيء غريب أن تلقى المواطنين الليبيين الساعة 6 في الصبح أو 7 في الصبح يقفوا قدام أكشاك الصحف عشان ياخذوا مقالة النيهوم اللي هي تأتي من هلسنكي. كان يكتب كل سبت في الحقيقة عشان يشغلوا جريدة الحقيقة، وتنفذ في خلال ساعات جريدة الحقيقة، وتجد أنها حديث الساعة مش في بنغازي بس، في ليبيا كلها طوال اليوم مع فقر وسائل الاتصالات وغيرها. يعني كاتب نجم يظهر في بيئة شكل هذه هو شيء غريب شوية. مما دفع الدكتور علي فهمي خشيم أن يكتب مقالة الشهيرة الظاهرة النيهومية. أي مدى نجح النيهوم في تناول القيم والعادات الاجتماعية، وهل كان له تأثير ما على نمط تفكير المواطن؟ أنا في رأيي أن ما كتبه صادق النيهوم لا يمكننا أن نقيسه بمنطق أو بمقياس النجاح أو الفشل أو المكسب أو الخسارة. صادق النيهوم لما كتب تقصد الكتابات الاجتماعية، لما حاول يكتب عن مجتمع، حاول أنه يكتب مقالات ساخرة بطريقة لم يألفها الليبيين يوما، يعني في كتابات مبدعيهم. فما كانش، أنا في رأيي أنه ما كانش معني بهذا المجتمع وإصلاحه، كان معني بما يناقشه أساسا من المواضيع المتصلة بهذا المجتمع وتعاطيه معها، اللي هي يعني خذا حياتنا البسيطة أو خذا واقع المواطن الليبي البسيط، تحدث عن المآتم، تحدث عن خذا شخصية من هذا المجتمع وخلاها هي، يعني حاول يجسد فيها الإنسان حسب مفهوم محيط أو مجتمع الليبي يجسد في الحاج الزروق. الإنسان هذا المواطن الليبي بكل تناقضاته. صادق النيهوم لا يبحث عن إصلاح الحاج الزروق، يبحث عن دراسة تناقضات الحاج الزروق نفسه والشخصيات اللي تولدت في محيطها، زي الحاج مدلة، زي السيدة فاميم، يعني الشخصيات اللي تحفظها له ذاكرتنا الثقافية. هو صادق النيهوم لما كتب مقالته الاجتماعية الساخرة، أنت تبحث عن الهدف. أنا الكتابة في رأيي أن يعني كتابة النيهوم أو دراسته ما يجبش نحدد له أهداف يبحث عنها. تعتقد يعني أنه وصل إلى الهدف أو استطاع أن يحدد الهدف؟ لا، أنا نختلف معك أساسا في تحديد الأهداف في الكتابة. الكتابة بحث أو رحلة في مطلق عالم أنت مش عارفة، خصوصا لما تكون كتابة ناقدة يعني، أو كتابة تبحث عن حقيقة ما فيما تتناول.
فبالتالي ما تقدرش أنت تقول وصل الهدف أو ما وصلش. يعني أعتقد أن صادق نيوم لما كتب مقالاته هذه ما كانش يفكر في هدف محدد يوصل له، يعني لا كان هدف على يعني شخصي أو إنما كان يبحث عن جوع هائل داخله. إن الشيطان نفسه لم يقم بتضليل عدد من الناس أكثر مما فعلت الكلمات باسم البحث عن التجربة، باسم النظرية الخاطئة الممتلئة بالعار. وأكبر الكذبات على الإطلاق التي تقول: عش أكبر قدر ممكن من التجارب قبل أن تشرع في الكتابة، لأنه لا وجود لما يسمى أكبر قدر من التجارب، كما أنه لا وجود لقدر غير قاتل من الموت. يعني لو نتكلموا أستاذ إبراهيم عن كتابات الصادق النيهوم، يعني كتابات النيهوم يعني هل كانت مرآة تعكس ما عانيتموه في طفولتكم في سوق الحشيش؟ أعتقد أن في سوق الحشيش كانت الطفولة بريئة، ولكن كان في ذلك الوقت ظلم في بعض الأحيان، فذلك كان له تأثير سلبي على الأطفال جميعا يعني. والصادق كان هو يعبر على هذا الجزء البسيط من المجتمع الليبي. علاقة النيهوم بالحلم، ما دور الحلم في حياة المرحوم الصادق النيهوم؟ هو الحلم عادة الحلم يكون له دور في الحياة، عادة يكون دور في التفكير أو في نمط التفكير. صادق النيهوم لم يكن حالما في كتاباته، يعني حتى عندما قال شهير بيقول عنوان على ما أذكر: لا تدعونا نحل مشاكلنا بالأحلام. صادق النيهوم كان يعيش الواقع أو يكتب الواقع، لكن يكتب بشكل مخيف أقرب للحلم المفزع أو للكابوس في رأيي. يعني في رأيك لم يكن مبالغ في معظم كتاباته؟ لا أعتقد، كان له طريقة أحيانا يعتمد الإثارة أو الصدمة أو الهدم الكلي، ومش بالضرورة يكون الهدم عنده من أجل البناء. صادق النيهوم يعني الحلم في كتابات النيهوم نراه بارزا وساطعا وكبيرا وشاسعا. كما أشرت، هو يحلم بمجتمع مثالي، بمجتمع يعني أستطيع أن أقول بأن صادق النيهوم سبق تطور المعرفي لدى الإنسان، وبذلك كان يصفه البعض بأنه يتعامل مع هذه القضايا بعقلية السائح والغريب، أو كأنه المنفصل عن المجتمع، أو كأنه هو الشاذ عن هذا المجتمع، لأنه كان يطالب أو يحلم بأشياء جديدة وأشياء ينبغي أن تكون، فكان بحلمه قد سبق الواقع. هل تعتقد بأن النيهوم كان غامضا في كتاباته؟ من الضروري أن الصادق يكون غامض في كتاباته، لو لم يكن غامضا لما وصل الصادق إلى ما وصل إليه الآن. لا، هو كتابات النيهوم وتعابيره لغز بالنسبة للي يخافوا يتناولوها بصدق، يعني أو للي يخافوا. النيهوم ما يكتبش بشفرة تحتاج إلى حلها، النيهوم يكتب كلمات واضحة، يعني قد يكون اتجه للرمز أحيانا، ولكن النيهوم يستطيع أي كان أن يفهمه. ولكن من يقول أن كتابات النيهوم لغز أو غامضة فهم من يخافون مواجهتها، أو من يخافون مواجهة الحقائق الكامنة فيها. يعني النيهوم أحيانا يتناول قضية بشكل مرعب تفزع، أنت تحس بالفزع لما تدخل في شيء بيقول الراجل هذا بالضبط. أبرز مقالاته اللي شدتك أنت كقارئ؟ والله أنا لما بنقرأ صادق النيهوم ودائما نعود له، فدائما نحب نعود رسائل الأصدقاء أكثر من مقالاته. أعتقد أنه هو ولو أن يعني رسائل صادق النيهوم يعني نجد فيه الصادق أكثر من مقالاته، هكذا أعتقد يعني أنا شخصيا، يعني فنجد أن الصادق في رسائله يعني لدرجة فيه رسالة مهمة جدا أنا دائما أعود لقراءتها ودائما نسترجع فيها. رسالة من 13 صفحة باعثها للأديب خليفة الفخري. هذا رسالة قطعة فنية، يعني فن كتابة الرسائل عند النيهوم هذا عالم بذاته، ما حدش تناولها بشكل كافي. ما تتذكرش إن كانت تتناول الرسالة؟ يعني ما نقدرش نقول لك أن الرسالة كانت تناول كل شيء، بس كانت تناول النيهوم يحاول فيها تحديد طريقة في معركته للسنوات القادمة مع الكتابة. هي كتبت في 65، وكان يشرح فيها الخليفة الفخري كيف هو يحدد في طريق معركته مع الكلمات.
ودائما كان يتساءل إلى أين يريدني الله أن أذهب، يحاول أن يفهم، يحاول أن يجد ذاته. طبعا الرسالة جمالها في قراءتها يعني وفيما تناوله النيهوم فيها. وكان برضه بيتحول فيها أحيانا إلى ناصح الصديقة، بيقول لها يعني مثلا الكلمات مثل ثمار الشمال تحتاج إلى أيام مشمسة كي تنضج، ويحكي لها عن التجارب ويحكي لها على المجتمع متاعها، وفي نفس الوقت يحكي لها على أشياء شخصية يعني من حياته من خلال الرسالة. كتب الصادق النيهوم لصحيفة الحقيقة والتي نشر فيها أول مقالاته: هذه تجربتي أنا مع بداية صدورها. كما نشر بها أيضاً الحديث عن المرأة، عاشق من إفريقيا، دراسة لديوان شعر محمد الفيتوري، 1000 ليلة وليلتان، قصيدة من منزل الأقنان. بعد ذلك نشر الصادق النيهوم بين عام 1966 حتى عام 1970 مجموعة دراسات، منها الذي يأتي والذي لا يأتي، ودراسة الرمز في القرآن، الكلمة والصورة، فرسان بلا معركة، الحديث عن المرأة والديانات. وفي عام 1969 كتب دراسة العودة المحزنة للبحر، ونشر عدداً من قصص الأطفال وأهداها إلى طفله كريم. ونشر عام 1970 رواية من مكة إلى هنا، وتحية طيبة وبعد. وأقام الصادق النيهوم من عام 1974 إلى عام 1975 في بيروت، وكتب أسبوعياً بمجلة الأسبوع العربي، وأشرف على إصدار موسوعة عالمنا، صحراؤنا، أطفالنا، وطننا، عالمنا مع صديقه رشاد الهوني. ومن ثم صدرت رواية القرود عن دار الحقيقة. بعد انتقاله إلى جنيف عام 1976 أسس النيهوم دار التراث، وأصدر سلسلة من الموسوعات أهمها موسوعة تاريخنا سنة 1977، ثم أنشأ دار المختار سنة 1979 وأشرف على إصدار أطلس الرحلات في 8 أجزاء. ومن ثم أشرف على تنفيذ وتحرير موسوعة السلاح المصورة، ومن ثم أصدر موسوعة بهجة المعرفة. وفي عام 1987 صدر له كتاب صوت الناس عن دار رياض الريس، ثم بدأ الكتابة في مجلة الناقد منذ صدور الأعداد الأولى منها في لندن في العام 1988، والتي استمر بالكتابة بها إلى أن وافته المنية. صدر له كتاب محنة ثقافة مزورة عن دار رياض الريس في لبنان عام 1991، كما صدر له كتاب الإسلام في الأسر عن دار رياض الريس بلبنان. كذلك وفي نفس الدار صدر له كتاب إسلام ضد الإسلام. وفي عام 2001 صدر عن دار تالا الليبية كتاب طرق مغطاة بالثلج. شكلت فترة السبعينات من القرن الماضي مرحلة مزدهرة من حياة النيهوم، حيث استقر به الحال في بيروت منذ العام 72 حتى العام 76. أصدر موسوعة عالمنا، صحراؤنا، وطننا، أطفالنا، وقد كان يكتب أسبوعيا في مجلة الأسبوع العربي. غادر لبنان بعد الحرب متوجها إلى جنيف. بدأ الكتابة في صحيفة الناقد منذ تأسيسها في العام 88 واستمر بها حتى وفاته. على الرغم من السنة التي أقام فيها الصادق النيهوم في بيروت، إلى أنه لم يتعرف فيها على السيد رياض الريس صاحب دار نشر رياض الريس الشهيرة،
وتشاء الأقدار أن يتعرفا خارج لبنان لتنشأ بينهما علاقة صداقة وطيدة، ومن ثم نشأت بينهما علاقة عمل مميزة. أستاذ رياض، كانت تربطك علاقة وطيدة بالأديب الراحل الصادق النيهوم. هل تذكر متى كان أول لقاء بينك وبين الأديب الراحل؟ عرفت الصادق النيهوم لمدة تزيد عن 20 عاما. نعم. وهذه 20 عاما بالتحديد بدأت عندما انتقل هو إلى جنيف بسنة 75 وأنا انتقلت إلى لندن، وبدأ بتأسيس دار المختار وإصدار سلسلة من الكتب الرائعة عن تاريخ العالم العربي وتاريخنا وبهجة المعرفة، وكانت من أهم وأجمل الكتب التي صدرت في تاريخ النشر العربي. وكنت على صلة بالصادق النيهوم عن طريق زياراتي المتكررة لجنيف، وكنا يعني كان يطلعني وكنت أعلق على مشاريعه وإلى آخره. إنما كانت يعني صداقة جميلة. طبعا كنا نتبادل الأفكار السياسية والثقافية وإلى آخره. كان رجلا ساحرا، وكانت جلسته ورفقته يعني أمر جميل يعني. فعلى الصعيد الشخصي كانت علاقتي في هكذا. في سنة 1988 قررنا إصدار مجلة الناقد من لندن، وهي مجلة ثقافية شهرية عاشت 7 سنوات كاملة، وكتب فيها الصادق النيهوم منذ العدد الأول حتى تقريبا العدد الأخير، يعني إلى أن وفته المنية قبل أن تتوقف الناقد. عن طريق الاحتكاك الشخصي والفكري بيني وبين الصادق، وكتبت عدة مقالات أنا عن الصادق في الصحافة اللبنانية والعربية، وعملت حملة تعريف بفكره، وأخذت مثالا كتابه الشهير اللي أنا في رأيي أشهر كتب وهلا ما أظن صار مفقود من الأسواق، يعني اسمه أطلس العالم العربي، يعني وهو كتاب صغير مصور أعاد فيه كتابة التاريخ العربي من منطلق تقدمي وديمقراطي، ويعني بعيدا عن التشويهات الموروثة من كتاب التاريخ الغربيين اللي هن طبعوا تاريخ بلادنا بكتابات يعني شوهت الكثير من حقائقه. وعندما أصدرنا الناقد سنة 1988 اتفقت أنا والصادق كيف على كتابة مقال شهري. هنا كان في محطة فاصلة في رأيي في فكر الصادق حتى طبعا كانت توجهات الصادق واضحة، لكن حتى تلك اللحظة الصادق لم يدخل في باب الكتابة عن الإسلام وتفسيراته وتعقيداته وإعادة صياغته إلى آخره. ففي الناقد بدأ هذه السلسلة من الكتابات السياسية عن الإسلام. أستاذ رياض، كتب الصادق النيهوم، يعني ما هي الكتب التي قمتم بنشرها في دار الريس حتى الآن؟ الكتب اللي قمنا بنشرها للصادق النيهوم جاءت نتيجة لكتابته في مجلة الناقد، وأصدرنا 3 كتب له. كتابه الأول محنة ثقافة مزورة، والكتاب الثاني الإسلام في الأسر، والكتاب الثالث إسلام ضد الإسلام. هل نشرت في مكاتب الوطن العربي أو المكاتب انتشرت هذه الكتب؟ نعم، في كل مكان. وأهم ما في مثلا عملنا شغلة جديدة، إنه وقت كان يكتب الصادق في الناقد نحن أفسحنا في المجال لردود القراء والتعليقات عليه، فجاء عشرات الردود إن لم يكن مئات، وما زلت أحتفظ بهذه الردود لهلا في صناديق كرتونية، وما بعرف ليش محتفظ فيها، يعني بس وقت سكرنا الأرشيف احتفظت فيها. من هذه الردود جمعنا مجموعة ردود، وأول مرة بتصير في عالم النشر ويقبل بها كاتب مثل الصادق النيهوم، وهو يدل على
مدى رحابة صدره وديمقراطية، أنه ألحقنا عدد كبير حوالي 15 رد في كتابه عن أظن الإسلام ضد الإسلام أو نسيت والله أي واحد، ولا الإسلام في الأسر، أظن الإسلام في الأسر. فهذا فنحن نشرنا هذه الكتب الثلاثة للصادق. وطبعا كنا نطمح أن ننشر أكثر لكن يعني المنية وفاة المنية الكاتب كان عظيم ورحل عن دنيانا. فطبعا بالنسبة لي كان خسارة فادحة على الصعيد الشخصي، على صعيد الصداقة، وكانت خسارة للمجلة وقراءها على صعيد غياب كاتب بهذا الحجم. لو نتكلموا عن آخر زيارة للصادق النيهوم إلى ليبيا، متى كانت وكيف كانت هذه الزيارة؟ طبعا الصادق زار ليبيا تقريبا في نهاية 92 وبداية 93. كانت الزيارة بدرجة الأولى طبعا عند صديقة رشاد الهوني رئيس تحرير جريدة العرب طبعا متوفي، فجاء يعزي فيها أنا. كانت فرصة أن يزور العائلة، يزور العائلة بالمرة، وعدى حضر المأتم وثم رحل وسافر لسويسرا. أستاذ إبراهيم، متى كانت آخر مكالمة هاتفية بينك وبين أخوك الصادق النيهوم؟ المكالمة الأخيرة اللي كانت بيني وبين الصادق النيهوم أخويا طبعا فيها بعض المآسي شوية، وكانت تحمل في داخلها يعني شعور غريب شوية. يعني متى كانت بالضبط آخر مكالمة؟ طبعا أنت تعرف أن الصادق توفى في شهر 10 في 94. نعم. في بداية شهر 10، فكانت في مكالمة بيني وبينه قبل بأسبوع، قبل يتوفى بأسبوع أو 10 أيام، ما تتعداش المدة هذه. يعني يمكن أن تقص علينا ما دار في هذه المكالمة الهاتفية؟ طبعا مشيت أنا وطلبت سويسرا، فردت علي المدام بتاعها، فقلت لها نبي نكلم الصادق، قالوا لي إنه هو مريض. فدارت دوا بينها وياها، فقالت لها يبيك إبراهيم، قال لها بيعطي لي. طبعا الصادق لما جاء وحكى معي بالتليفون قال لي، قلت له أنا سمعت إنك أنت مريض وأنا نبي نجيك ونبي نشوفك لعل وعسى يعني. فقال لي أنا مانيش مريض وأنا كالأسد يعني. بعدين جاني حياة خليفة الفاخري الله يرحمه ويسامحه، وقال لي يا إبراهيم ترى عندي اتصل بجنيف. فاتصلت أنا بجنيف، ردت علي المدام متاعها وقالت لي الصادق راهو طفت شمعته. يعني مرحوم خليفة الفاخري ما قالكش ان الصادق النيهوم توفى؟ ما قاليش طبعا، انا قال لي غير عندي دير تليفون، فعديت دير التليفون اللي نشوف شنو فيه يعني. المهم بعدين انا عديت للمطار نجيب في المدام بتاع الصادق، ونحن في المطار قعدنا نتناقش، وقلت لها انت كيف يعني تقولي لي الصادق كويس وفي الاول بعد يرد علي هو كويس، كيف القصه بالضبط نبي نعرف انا. فقالت لي انت لما انا قلت له راهو يبيك ابراهيم، هو كان وقف بيني وبينه مسافه، فكانت في يده الاكسجين تاعه، خدها نفس عميق. في اللحظه هذه لما هو جاني وحكى معي وقلت له انا بنجي نشوفك، قال لي انا كويس، هو كان واخد نفس العميق باش يحكي معايا، وفعلا قدر يخدعني بالطريقه اللي هو حكى بها. خد الاكسجين ودار على خشمه وفمه وخد نفس عميق، النفس هذا هو اللي حكى به معايا يعني. لو طلب منك ان تصف الاديب الراحل في كلمتين ماذا ستقول؟ أقول بأن الصادق النيهوم هو ذلك الحالم الكبير. صادق النيهوم هو لوثر الإسلام. سيد الكلمات، صديق وأخ. أقول امتلك الزمان والمكان. لقد حاولت كل الوقت أن أتصور هذه الدنيا بدوني، ولكنني لا أستطيع تصور يوماً يولد بدوني بطريقة ما على نحو ما.
كل السنين ستهب وتنقضي بخطى بطيئة ناعمة، ولكن أعرف أن لحمي سيؤول إلى رماد وطين، ولكنني سأظل هنا بطريقة ما، على نحو ما. هذه كلماتي التي لا أعرف غيرها ولا أمتلك غيرها، أتركها لكم ولكل من يريد أن يمتلكها.